وزي ما وعدت الصبايا الحلقة اللي فاتت إن أنا هعمل لهم بعض المأكولات اللي يعني بتحتوي على مصادر طبيعية من الإستروجين. وأنا النهاردة هعمل لكم أحلى سلطة إستروجين وهي سلطة الطحينة. يلا بينا نبدأ عمايل السلطة. يلا بينا بقى يا صبايا نعمل سلطة الطحينة اللي هي مليانة بالاستروجين. أنا شخصيا بسميها سلطة استروجين لأن أغلب المكونات بتاعتها مليانة بالاستروجين، مد جسمنا بالاستروجين اللي هو بيبقى ناقص عندنا في مرحلة البيريمينيبوز. يلا بقى نبدأ عمايل سلطة الاستروجين أو سلطة الطحينة. المكونات اللي عندنا أول مكون هو الطحينة، ويا سلام بقى لما تبقى طحينة بيور، يعني طحينة من السمسم الخالص مش مضاف عليها أي شيء، ودي طبعا دلوقتي بقت متوفرة في محلات كتير جدا جدا جدا. تاني مكون عندنا وهو الثوم، وده طبعا برضو مصدر من مصادر الاستروجين. تالت مكون عندنا وده برضو بطل كبير قوي من ابطال الاستروجين، يعني من الحاجات المهمه اللي بتمدنا بالاستروجين، وهو مطحون بذر الكتان. انا بطحنه وبحطه في الفريزر، ولو حطيته في التلاجة لازم استخدمه بكتير قوي في خلال يومين ثلاثه. وطبعا بقى افضل استخدام ليه ان هو انت تطحنيه وتستخدميه مباشره. طبعا بقى احنا عارفين ان سلطة الطحينة بتبقى عبارة عن زي ما قلنا الطحينة اللي هي مستخرجة من السمسم، بذور السمسم، ودي طبعا غنية جدا جدا بالاستروجين. طبعا بقى عندنا ليمون وعندنا كمون وعندنا الثوم. الثوم ده طبعا انا فرماه، وعندنا ليمون وعندنا كمون وعندنا ملح، وكمان طبعا عندنا مية وخل. ادي كده كوباية المية وادي ازازة الخل. هنبتدي بقى نعمل السلطة. هنجيب ادي كده، فتحت برطمان الطحينة، شايفين الزيت بتاع السمسم رائع واصفر جميل ازاي، وادي الطحينة. هناخد كده يعني مقدار صغير كده من الطحينة، احنا عاملين كده نموذج. وبعد كده الطحينة ديت هنبتدي نضيف ليها شوية مية، وابتدي نعصر عليها شوية ليمون، وكمان هنضيف لها شوية خل. ونبتدي نقلب. طبعا انا حسيت هنا ان الطحينة خفيفة، فهزود لها شوية طحينة. ادي كده زودنا شوية طحينة. ونبتدي كده نقلب الطحينة لحد ما نظبط القوام بتاعها. انا كده شايفة هنا ان القوام كده بقى مناسب. ابتدي بقى احط عليها بقية الاضافات. هنحط عليها الثوم، هنحط عليها شوية كمون، هنحط عليها شوية ملح. وبعدين بقى نيجي بقى للبطل الهمام بقى الكبير بتاعنا، هنحط عليها مطحون بذر الكتان. ونبتدي نقلب السلطة. ادي كده بقى عندنا سلطة استروجين ممتازة، هتمد جسمنا بكمية يعني مناسبة جدا من الاستروجين. يا ريت نضيف السلطة دي لمأكولاتنا اليومية. وميزة بقى سلطة الطحينة إن هي بتصاحب كل الوجبات، سواء وجبات يعني اكسبنسيف أو وجبات غالية أو وجبات رخيصة. يعني من أول طبق الفول ممكن تحطي له طحينة، لحد طبق اللحمة المشوية ممكن تحطي له طحينة. السمك بقى، كل شيء تقريبا، كل الأكلات يعني بتبقى جميلة جدا لو أضفت لها طحينة. فيا ريت تعتمدي السلطة ديت جنب أي أكلة أنت بتاكليها، سواء في الفطار أو الغدا.
وبألف هنا وشفا. شايفين بقى يا صبايا بعد ما عملنا السلطة قد إيه السلطة جميلة وحلوة؟ مش عاوزة أقول لكم يعني طعمها غاية في الجمال. وصدقوني زي ما قلت لكم سلطة الطحينة من الحاجات المميزة جدا إن هي بتنفع جنب أي أكلة، سواء أكلة مكلفة أو أكلة بسيطة. يعني حاجة كده ببلاش بتناسب جميع الميزانيات، وفي نفس الوقت بتظبط هرموناتنا، وبالتالي بتظبط مزاجنا وبتظبط جسمنا وحالتنا الصحية كلها. وإن شاء الله أنا ناوية أعمل سلسلة كده من الأكلات يعني المفعمة بالإستروجين، وخصوصا إحنا في مرحلة الشتاء، والحاجات اللي فيها إستروجين بصراحة في مرحلة الشتاء دي بتبقى كتيرة جدا جدا. أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية، ويا ريت نشار المعلومة لكل صبايا بعد ال40 علشان الكل يستفيد منها. وما تنسوش الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد.